إذا رأيتم من يضرب مريضا فاضربوه، وإذا رأيتم من يلمس امرأة لا تحل له فازجروه، وإذا سمعتم من يقول أنت مسحور بتشخيص كاذب وهو لا يعلم فارموه بالكذب والافتراء. لا تكونوا أغنى من تساق ولا جهالا يستغفلون. ما كل من ربى لحية قلنا عنه شيء، فبعضهم دجال كذاب. واعلموا أن الرقية شفاء وليست عنفا. الرقية ترقيق للقلوب لا تخبيط وصرع وهوس وصراخ. الرقية شرع لا تؤخذ من الدجالين بل من عالم تقي ورع يخاف الله في كل نفس. يا من جعلتم الرقية مغنما والمرضى مغنمة وآهات المسحورين مصدر رزق وثروة أما تتقون. يا من لا علم لكم بشروط الرقية ولا فقه لكم في السنة، ربيتم لحى وعلقتم المسابح وكتبتم على متاجركم مراكز الراقي الشرعي. والله لستم من الشرع في شيء. تحت لباس التقى تخفون السحر والدجل والخزي والضلال. وقد رأينا بعضكم يضرب النساء ويمسك برؤوسهن وصدورهن ويضعهن بأقدامه بحجة إخراج الجن. من أذن لكم أن تلمس امرأة لا تحل لك؟ من الذي أذن لك أن تضرب أجساد الضعفاء؟ والله لست تضرب جنا، إنما تضرب مسلما مريضا وتخنق من استأمنك وتتعب من جاءك مستغيثا. فأين الرحمة من قلوبكم وأين الخوف من الله؟ أين علمكم بالهدي النبوي؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب مريضا أو يخنق مسحورا أو يدفع الناس بالأعشاب والأملاح والأوهام وغيرها من أعشابكم الكذابة التي تدلون على الناس بها؟ ويل لكم ويل لكم أيها القراء. رأينا قراء إذا رأوا غنيا قالوا أنت مسحور، وإذا جاءتهم امرأة تشكو من شيء قالوا أنت بك عين وحسد، ويكذبون عليهم ويأخذون أموالهم ظلما وعدوانا وأكل أموال الناس بالباطل. فلا يجوز لك أن تأخذ أموال الناس بالباطل أيها القارئ الكاذب المفتري على عباد الله. ثم يتبعون ذلك بالأعشاب والعسل والمياه المقروءة عليها، ويرشون الجدران والمقابر. فلا طب ولا تشخيص، وإنما هي تجارة بأرواح البشر وباب من أبواب أكل أموال الناس بالباطل. فاتقوا الله اتقوا الله يا من اتخذتم الرقية دكانا والمرضى سلعة والعلاج وهما ودجلا. إن الرقية شرع وهدي نبوي، ليست ضربا ولا صرعا ولا لطما ولا تخبيطا وتمتمة. ومن زاد فقد ابتدع، ومن ابتدع في ديننا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. قاتل الله الكذابين. لا تذهبوا لكل من أطال اللحية ولبس الجبة ورفع صوته بالآيات، فالساحر أحيانا يقرأ القرآن، والدجال يظهر الزهد والتقى وفي قلبه نار الطمع وحب السلطة والدراهم. بعضهم ساحر فتح عيادة رقية وهو ساحر يستجلب الجن ويتقرب للشياطين، يفسد العقول ويفرق بين الزوج والزوجة ويزرع العداوة في الأسر. وبعضهم تذهب إليه ويقول لك سحرك فلان ونزع بينكم فتيل الحرب والقتل وغير ذلك بسبب كذبهم على عباد الله وإفساد العلاقة بينكم وبين أقربائكم. فاتقوا الله من هؤلاء القراء الدجلة الكذبة عاملهم الله بعدله. فلعن الله السحرة وقبح الله المشعوذين، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من أضل الناس وغشهم. فاحذروا هؤلاء ولا تمكنوهم من أهليكم ولا تذهبوا إليهم ولا تدفعوا أموالكم إليهم، فإنهم تجار باسم الدين قاتلهم الله. ولا تتبعوا كل صارخ أنا الراقي الشرعي، أنا الذي لي معرفة بالرقية الشرعية. فالرقية من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام بلا تمتمة ولا أعشاب وغير ذلك من الأشياء التي يروج لها القراء. والتشخيصات الكاذبة والصعق بالكهرباء، يصعقون المرضى بالكهرباء قاتلهم الله. من الذي أذن لك أن تصعق مريضا أو تضع قدميك على رأسه وتضربه تؤذيه في جسده؟ فقاتل الله هؤلاء الدجالين الذين لا يخافون الله. الرقية من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فاحذروا من هؤلاء القراء الكذبة، ولا تغرنكم اللحى ولا تغرنكم تلك الخزعبلات التي يروج لها أنه أخرج وفعل، فإنهم يلبسون ربما ثوب الزور والعياذ بالله.